اتوقع ان القرافه هو الاقرب للفوز. بيكون الموضوع كامل لمصلحه نادي قطر. نادي غيان، سوري. نادي قطر، صحيح، نادي قطر. خسارة القرافة أو تعادل القرافة لمصلحة نادي غيان، فوز نادي القرافة لمصلحة نادي قطر. فأنا أتوقع اليوم الأقرب للقرافة والأقرب بعد للدوري هو نادي قطر. كم نسبة الفوز اليوم، أو خلينا نقول إلى الآن أنت تشوف من اللي بيرفع الدرع إلى اليوم؟ إلى الآن المتوقع أو الواضح عندنا قطر هو الأقرب. قطر، نعم. نسبة كم؟ نسبة فوق ال 60%. أبو عبد الله؟ اعتقد المباراه الاولى تعطينا درس، مباراه الريان ومباراه الخور. هذا اللي في بالي، فهمت ان الاهلي اليوم يمكن يكون بالضبط نت قوي للغرافه. بالضبط، خاصه ان انت قاعد تلعب ضد فريق ما عنده شيء يخسره، فلذلك متحرر من الضغوط، ممكن يلعب بكل اريحيه. انت راح تلعب تحت الضغط، نفس اللي شفناه الريان ما استطاع يسجل الا يمكن ولا الغراف عنده شيء يخسره، لانه ما راح يتوج. الغرافه بالمقابل يحدد من اللي يتوج، يحدد. هو مش مستفيد، لا مستفيد انه ينهي الدوري وهو متساوي بالنقاط مع البطل، ويقول لك انا خسرت فقط بمواجهات مباشره او بفارق الاهداف. اما اخسر اللقب بفارق نقاط، اعتقد نادي نفس نادي الغرافه نادي كبير، ما اعتقد انه داخل المباراه على اساس انه يتعادل او انه يخسر. بالتاكيد محتاج انه حتى لو خسرت اللقب اخسره بشرف. ابو عبد الله، خلينا نروح لبدر السهلاوي. بدر تفضل من صاله نادي الاتحاد. أجدد الترحيب بك زميلي فيصل مهندي، أنت وضيوفك الكرام، كذلك على مشاهدينا الأعزاء عبر قنوات الكاس الرياضية. نعم، الآن تبتدي آخر مواجهة من مواجهات هذا الموسم في دوري كرة قدم الصالات. طبعا حاليا المباراة الحاسمة، مباراة أخيرة ونهائية، مباراة الغرافة مع الأهلي. كلنا ننطر هذه المباراة، لأن مثل ما ذكرنا في حال فوز الغرافة يتوج قطر بطلا لهذا الموسم، موسم 2025-26. للحديث أكثر عن أجواء هذه المباراة نستضيف معنا عبد العزيز فرج العبد الله، مدير نادي الغرافة. حياك، تفضل. حياك الله يا ابو فرج. موسم جميل، ولكن نقول مسك الختام وختام المسك، الحين ينتهي هذا الموسم. الغرافة كان متصدر، كان بطلا في هذا الموسم، وحاليا وصل للمربع الذهبي واخر مباراة لهذا الموسم. كلمنا اكثر عن هذا المشوار. اول شيء الحمد لله على كل حال، واشكر الاتحاد القطري لكرة القدم ان كرة الصالات ورجعت الحياة للصلاة، والحمد لله زي ما انت شايف موسم بين 3 فرق، موسم مثير مع عودته. ان شاء الله في السنين الجايه بتشوفون الاحسن والاحسن. وبالنسبه لمشوار نادي الغرافه، الحمد لله احنا اخذنا الكاس في البدايه، بطوله الكاس، وكنا نطمح للدوري، لكن الحمد لله على كل حال، لكن ما زال الامل في الملعب، وان شاء الله كل ثقه باللاعبين ان شاء الله. كل الشكر لك عبد العزيز العبد الله، اتمنى لك التوفيق والنجاح. ومعنا عبد الله الشاعر، اداري نادي الاهلي. يا هلا ومرحبا. اليوم مو بنتو بس مع الاهلي، تدري من مع الاهلي بعد؟ كل رياني يشجع الاهلي. كلمنا اكثر عن مباراه اليوم واستعدادك، وكلمنا عن المشوار الكبير في هذا الدوري، دوري كره قدم الصالات. اول شيء اشكر قناه الكاس على هذا اللقاء. طبعا احنا استعدينا استعداد يعني قوي بالنسبه للدوري، لكن ما لنا نصيب في البطوله، وان شاء الله يكون الموسم الجاي يكون للاحسن، يكونوا هذه. طبعا انا ما اقول لك نادي الريان ينتظر منا مفاجاه او شيء، لكن ان شاء الله احنا نقول نلعب اللي احنا لعبنا، اللي احنا متعودين عليه، والباقي على الله. وان شاء الله احنا نعوض السنه الجايه مثل ما تقول. الكل كان يتمنى ان احنا نوصل النهائي، لكن قدر الله بما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح، سواء في هذا الموسم ام المواسم القادمه ان شاء الله. ودائما نادي الاهلي له توقيع وحضور وبسمه خاصه، واليوم قلت لك كل رياني معاكم ان شاء الله. رياني معنا اكيد. بس انا لي كلمه واحده، اتمنى انه يكون السنه الجايه البطوله تكون للافضل، فيها يعني ناس محترفين، وفيه لعيبه، وفيه مدربين، وفيه تكون للافضل. بتلقى الملاعب هذا مليانه من الجماهير، لان لها شعبيه ذي البطوله، وانا اتمنى استمراريتها يعني. لما يعطيك العافيه
شكرا لك عبد الله الشاعر اداري نادي الاهلي. ومثل ما تكلم انه فعلا هذه اللعبه الجميله كره قدم الصالات عليها اهتمام كبير، اهتمام لا محدود في هذه الرياضه الجميله الممتعه. الان مثل ما نشاهد خلفي بدات مراسم بدايه هذه المباراه النهائيه لهذا اليوم، ولكن الحين نروح لك زميلي فيصل من نادي انت وضيوفك الكرام، الكلمه لك. شكرا بدر، ان شاء الله بنرجع لك في نهايه المباراه. على اعصابكم فيصل، انا اعتقد اللي على اعصاب الفريقين. يمكن في سابقه ما نادره، يمكن ما حدثت في اي بطوله ان فريقين يلعبون داخل الملعب والابطال قاعدين فوق ينتظرون النتيجه. اذا فاز فريق الاهلي يتوج فريق، واذا فاز فريق الغرافه يتوج الفريق الاخر. يعني البطل موجود في المدرجات وفريقين يلعبون داخل الملعب. من تبي يكون البطل؟ اللي يستحق. ما انا خل العاطفه، خل الانتماء، خل هاي. من تشوف في نظرك انه يستحق انه يكون بطل الصالات لما قدمه من عطاء ولما قدمه من اداء في الملعب، وكان لديه لعب افضل ولعب جميل في الموسم بالكامل. الفريقين يستحقون، لكن اعتقد الاحق قطر. نعم، افضليه. لان الان خلى مصيره في يده هو قطر. الريان فرط، الريان كان بامكانه اليوم يسجل نسبه عدد اهداف. انا ما اتكلم عن اليوم، اتكلم عن الموسم كامل. الثلاثه ابطال، الغرافه وقطر يا اخي وايد بالموسم. انا قلت لك الان الاحق قل لي واحد يا اخي. قطر صحيح. أنا بروح مع غيان على الموسم كامل، مو على المباراة هذه. المباراة هذه أنا أتوقع أن قطر هو الأفضل يعني في الجولة هذه نقدر نقول. حلو. لكن على الموسم كامل أنا أشوف مجهود غيان واضح، اللعيبة والإدارة. فنرجع ونقول كلهم يستحقون، والبطولة أو الدوري بيروح للفريق اللي يستحقه. لكن بروح مع غيان، لكن إن شاء الله نشوف غيان أو قطر للأمانة كلهم يستحقون. هو الكل يستحق. أنا بروح مع غيان. أنا معك، الكل يستحق، لكن هناك فريق اجتهد على نفسه. صحيح. هناك فريق أثبت نفسه، أخذ الموضوع أبرز مواهب جيدة ممكن نشوفها في المنتخب بعد الدوري هذا، اللي هو نقدر نقول غيان أبرز المواهب عندهم. نعم. توقعاتك للمباراة؟ أتوقع القرافة يخلصها من الشوط الأول. بيخلص اتوقع القرافه، لان القرافه فريق كبير. فريق كبير. الحين يقول الغرافه بيخلص. بس الغرافه اذا خلص من ياخذ البطوله؟ ريان. لا، هو يتكلم عن امنيات واستحقاق. لا، خلوا امنيات. يتكلم يقول لك من احق. أنا أتكلم في الجولة هذه أحق قطر بقوة بعد. بس هذا السؤال. أنا ترى غيرت توكم غير الريان ترى بعدين ما تكلمت يا فهموني. الجولة هذه قطر. أنا فاهمين، بس أنت تغير كلامك. أتكلم بداية الموسم وكمواهب وكاستمرارية وكأداء ريان. زين، حلو. الحين نعطي دي كل حق حقه. كل يوم وله يوم. خلصنا الملف هذا. الريان، الغرافة والأهلي. القرافة بيخلص المباراة. أنا أتوقع بيخلص الغرافة. أوكي الغرافة، بس إذا فاز الغرافة من ياخذ البطولة؟ يا أخي بغض النظر عن من ياخذ البطولة، المباراة الآن أنا عندي هذه المباراة راح تبدأ بعد دقيقة. الغرافة للأهلي. غرافة. أحصرك بين خيارين. خلينا نروح لجابر المري، تعليق على مجريات هذه المباراة، وكل التوفيق للفريقين. بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا فيكم، وجابر المري يحييكم هنا
في اللقاء الختامي لهذا البطولة، بطولة دوري الصالات، والذي يأتي فيها الخبر الذي يقول بأن الريان فاز وقطر فاز في اللقاء، وننتظر الغرافة هل هو أيضا ذاهب إلى فوز آخر في هذا اللقاء. مباريات جميلة نعم في هذه الجولة ال14، الجولة الأخيرة. جول أول للغرافة، يتقدم الغرافة. هذه يا ماهر، هذه يا ماهر، هذه الله الله الله. جول أول للغرافة. ما خلونا حتى نذكر التشكيلة، ما خلونا الفهود نذكر التشكيلة إلا بالهدف الأول، إلا بالهدف الأول. يا سلامي يا سلام يا سلامي يا سلامي على هذه اللعبة وهذه التمريرة الجميلة. نعم 1-0 يتقدم فيها الغرافة. في حالة فوز الغرافة من يتوج نادي قطر. في حالة خسارة الله، يا سلامي يا علي يا خميس، يا سلامي على هذا التسديد، هذا الكعب الجميل وهذه التسديدة. كاد أن يسجل التعادل ولكن الكرة إلى حارس المرمى. نعم هو عمر تشكيلة، أو نذهب إلى حكام هذا اللقاء. الحكم الأول هو حسن عبد الله، الحكم الثاني محمد عبد الله مصطفى عبد الله أو خالد اليزيدي، وضابط الوقت هو وائل صلاح. مقيم الحكام هو محمد أحمد عبد الله. نعم نذهب إلى تشكيلة نادي الغرافة. على يسار الشاشة باللبس الأبيض بحراسة المرمى عمر سعود الجهني. عندك 4 لعيبة في أرضية الملعب، محمد علي ومحمد عبد الكريم وماهر ومبارك المهيزع. هذه تشكيلة نادي الغرافة مع هذا المدرب محمد إبراهيم، والذي بدأ في بداية البطولة، بطولة الصالات، ولكن في بطولة الكاس والذي أخذها أمام الوكرة. يتمنى بأن يستلم ثاني بطولة لا في هذا الموسم ويكون بحسابات الدوري. الدوري مشتعل بمتصدرين 3، 2 منهم فازوا، وهل الثالث يلحقهم؟ لأن في حالة ذهب فريق الغرافة بالفوز يذهبون إلى النتائج، يذهبون إلى فارق الأهداف بينهم. في حالة أن خسر الغرافة نذهب إلى المواجهات المباشرة بين قطر وبين الريان. نعم هذه حسابات، ولكن الغرافة كيف يتوج؟ السؤال الغرافة كيف يتوج في الدوري؟ تدرون كيف يتوج بالدوري إذا سجل فوق كم يا جماعة؟ فوق 18 هدف. يعني 18 هدف انت بطل البطولة ب30 هدف في البطولة، بشرط بأن الأهلي لا يسجل الأهلي. نعم كل ما يسجل الأهلي ينقص شوي من الأهداف اللي عندك واللي موجودة معاك يا غرافة. فهل أنت قادر على تسجيل 18 هدف؟ هي ما صارت بالدوري، ولكن ماهر الله، يا سلامي يا سلام يا سلامي يا سلام. نعم هذا ماهر وهذا الطيري، هذا ماهر وهذا الطيري. هوبا يأتي الثاني للغرافة. رد الدين يا ماهر، رد الدين للطيري. نعم يسجل الثاني، ولكن هذه لعبة للأهلي. ما ذكرنا تشكيلة، ولكن لو نذكر تشكيلة الأهلي ممكن يسجل. عندهم لاعب خطير، عندهم لاعب جميل، عندهم لاعب قوي، ولكن يتمنون بهذه اللعبة ممكن الغرافة يسجل الثالث والرابع، لأنه ناوي بأنه يسجل أكثر سكور وأكبر نتيجة في البطولة. أكبر نتيجة كانت في هذه البطولة كانت بين الخور والريان، القسم الأول مش المباراة اللي قبل، لا، الريان والخور بنتيجة كبيرة 14، نتيجة 14-4. يعني
نتيجة كبيرة. لازم الغرافة يسجل 18 بدون الأهلي ما يسجل، وهذه ممكن صعبة ولكن ليست مستحيل، ليست مستحيلة. نعم هذا مدرب نادي الأهلي أحمد محمد عبد الرحمن يلقب بالعجوز، المدرب الذي له صولات وله جولات. ولكن نذكر تشكيلة فريق الأهلي على يميننا باللبس الأخضر بحراسة المرمى فيصل عبد العزيز، 4 لعيبة في أرضية الملعب. الصالات معروف أنهم 4 لعيبة والحارس والخامس، وهذه وحدها. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام، يا طيري يا طيري يا طيري مع مبارك. هذه ال1-2، هذه اللعبة، هذه وين 1-2، ثالث في الجول، ثالث في الجول. نعم يسجل الطيري ثاني أهدافه الشخصية، والهدف الذي يأتي به الهدف الثالث. نعم 3-0. لازال للحديث بقية، لازال للحديث بقية. وهذه وحدة ممكن الله، عاد الأهلي، عاد الأهلي، نزل لكي يسجل. نعم هو محمد عبد الرحمن الأمين، محمد عبد الرحمن الأمين الذي يقلص الفارق على حساب الغراف. الآن النتيجة لابد تكون 19 في حالة انك تريد بأنك تريد. الله يا طيري، الله يا طيري، الله على اللعبة. نعم نذكر التشكيلة اللي ما خلونا نقول التشكيلة لا الغرافة ولا الأهلي. نعم حارس المرمى فيصل عبد العزيز، محمد علي جمال، وأحمد عصام، وعلي خميس. هذه التشكيلة الأساسية، ولكن صار فيه أكثر من تبديل. خالد اليزيدي الذي ينزل لأرضية الملعب، أيضا اللاعب عبد الكريم أحمد جامع ينزل أيضا لأرضية الملعب كبديل، وعبد الله حسن ينزل أيضا كبديل. نعم 4 بدلاء، 4 دفعة واحدة. هذه واحدة ممكن تعود، ولكن هنا انطلاقة، هنا الطيري. يا سلام يا سلام يا سلام على التغطية يا عبد الله يا حسن. اللعبة الماضية تغطية جميلة رائعة ومثيرة في هذه اللعبة. نعم الوقت ب 15 دقيقة، وهذه واحدة ممكن يأتي فيها. وهذا نعم نذكر القوانين اللي معروفة في الدوري، الصالات نذكرها بشكل سريع، ولكن خلونا مع السريع. وهذه واحدة ممكن يأتي فيها، ولكن يا سلامي على المحاولة. محمد علي كأدان يسجل الهدف الرابع للغرافة، ومبارك. يا سلام يا مبارك على الدورة، ولكن غطوا عليه في الآخر. مبارك خبرة كبيرة في الصالات، خبرة كبيرة أيضا في العشب، واللاعب الذي يمتع ويبدع وهو الكابيتانو للغرافة. هذه التسديدة، وهذه المحاولة، وهذه التغطية الجميلة، والتسديدة. يا سلام على التصدي يا فيصل يا عبد العزيز في اللعبة الماضية. يا فيصل هنا فاوت لمصلحة الأهلي الذي يبحث عن تقليص الفارق، وهذا التدخل ممكن يكون فيه كرت أصفر على خالد بدر اليزيدي بالتدخل الماضي. هو نازل خالد اليزيدي بدلا من الطيري، وهذا الكرت الأصفر. لا نريد الكروت الصفر ولا الحمر، لا نريد هذه الكروت. نعم المباراة اللي قبلها كانت فيها حالة طرد واحدة لهادي لاعب نادي الريان، ولكن لا نريد المتعة والإثارة والجمال. وهذه واحدة للأهلي، وهنا التغطية، ولكن الكرة تعود لمصلحة فيصل عبد العزيز. هذه المباراة يا جماعة بتكون مثيرة للغاية. ليش أقول لك مثيرة للغاية؟ لأن وصلوا لعيبة نادي قطر
والذي يتمنون هذه النتيجة. كل قطراوي اليوم يشجع الغرب، كل قطراوي اليوم يشجع. الله يا سلام يا سلامي يا سلام يا سلامي يا سلامي على اللعب. كل اللي موجودين الغرافة لازم نفس ما قلت بأنه يفوز بنتيجة، ولكن هذه وحدة تسديدة، ولكن الكرة إلى أوت لمصلحة الغرافة يبحث عن أعلى سكور، يعني يبحث بأن النتيجة تكون فوق ال 18. كنا نقول 18 ولكن الآن نقول 19. إذا حاب تتوج وإذا ما جاء يعني أنت سويت اللي عليك وأكثر، ممكن يقول لك مدرب فريق الغرافة محمد إبراهيم أنا توجت بالكاس في أول في بداية البطولة. صحيح أني حاولت أني أكون مسجل وأذهب بالدوري أيضا مع الكاس، ولكن الله ما أراد هذا الشيء. وأنا متعادل أيضا مع 3 فرق في الصدارة، ولكن الحسابات ما كانت صح والمواجهات وممكن سكور الأهداف ما كان صح للفريق. هنا كرة محاولة محمد عبد الكريم إلى المهيزع، ولكن مقطوعة. هذا ناوي على الثاني ولكن هذا التدخل. والكرة عندك يا مبارك، أين في لاعب أيضا في أرضية أو في الاحتياط، لاعب جميل، لاعب له إمكانيات أيضا. تكلم عن اللاعب غدير ثامر الشمري، من اللاعبين اللي له مهارة أكثر من لاعب في أرضية الملعب. ولكن نتكلم عن هجوم الغرافة مع غدير ومع الطيري وماهر. هذا فريق صعب للغاية. صحيح بأن يسجلون، ولكن هذا التسجيل الوحدة لا يكفي. الله يا سلامي على المحاولة. كاظم أحمد كاد أن يسجل تسديدة ومحاولة من كاظم، ولكن القائم كان للتصدي في اللعبة الماضية كان التصدي موجود. هنا كرة مقطوعة. محمد عبد الكريم لاعب نادي الغرافة. هنا كرة تعود لفهد، جميلة جدا. يا سلامي على المحاولة. تسديدة أخرى من محمد عبد الكريم كاد أن يسجل منها رابع أهداف هذا اللقاء، ولكن علي جمال يعود بالأهلي. نعم، يقول أنا علي جمال، أنا علي متعب، أنا علي جمال. هوبا، هدف ثاني للأهلي، سجل الأهلي وزاد. إذا حاب تزيد ليش أنا ما أنتظر أيضا. الأهلي ترى في القسم الأول تغلب على الغرافة بنتيجة 4-3. الآن نتيجة 3-2، يعني النتيجة مقاربة بأنها تكون نفس النتيجة ونفس الأداء، ولكن ممكن على سكور، ممكن هذه التسديدة. يا سلامي على اللعبة والتدخل الماضي. الروح الرياضية الجميلة عند اللاعب عبد الله حسن مع محمد الطيري. الله ستر في اللعبة الماضية، التدخل الماضي وفاول لمصلحتي أو ضربة ركنية ما حسب فاول الحكم. الكرة تعود لمصلحة الغرافة. هنا التسديدة جميلة جدا، الطيري مع الكرة، ولكن تعود لمصلحة. الله يا الله. نعم، قائم ثاني للغرافة. نعم، القائم الأول كان للأهلي، هذا الثاني. يا الله يا طيري. الطيري ناوي يسجل اليوم يسجل أكبر نتيجة، ممكن يكون بصدارة الهدافين. نعم، احنا عندنا قائمة صدارة الهدافين
والذي يحتلها طاهر محفوظ لاعب نادي الوكرة، هو هداف لهذه البطولة. ولكن بعد نتيجة اليوم قطر من أقرب منافسين نادي قطر، من أقرب منافسين تدرون مين؟ معاذ عصام هو أقرب منافسين طاهر. ما أدري كم سجل اليوم، ولكن مع الوقت بنعرف كم سجل. إذا هو مسجل في 9 الأهداف اللي اليوم لمصلحة قطر الذي تغلب بنتيجة أمام فريق الشمال بنتيجة 9-1 نتيجة نأتي قطر على حساب نادي الشمال. من سجل هناك ممكن أيضا نادي قطر في هذا الوضع، في هذه النتيجة يكون متوج بالدوري، وأيضا يكون متوج بهداف البطولة إذا معاذ وطاهر بينهم 3 أهداف. الوكرة بالأمس فاز على العربي، فهذه النتيجة ممكن فاز على العربي بنتيجة 4-2. هل طاهر سجل أيضا في هذاك اللقاء؟ حسابات الدوري الصالات مشكلة، والله يعين اللجنة على هذه الحسابات. ونزل لكم غدير، نزل لأرضية الملعب غدير، هنا الطيري عدى الطيري، راح فيها الطيري، ترجع لمبارك، مع مبارك يحافظ عليها إلى محمد. يا سلام على اللعبة. نعم، شاهدوا، راقبوا، ينتظرون لاعبين الأهلي يتقدمون إلى الأمام لكي يضربون بهدف آخر لمصلحة الغرافة. ممكن مع غدير، ولكن حارس المرمى فيصل عبد العزيز هو الذي تفاجأ من أول هجمة سجلوا فيها الغرافة، وهذا الفاول لمصلحة الغرب. هنا التدخل الماضي من اللاعب صاحب الرقم 11، نتكلم عن اللاعب أحمد عصام، لاعب نادي الأهلي بالمرتدة. ولكن هنا فاول للغرافة، ممكن يستعجل منه كرة الصلاة ما تضمن أي مكان، لأن الكرة سريعة والتسديدة قوية. أو ممكن هذا شوفوا هذه تعليمات يا الله على تعليمات هذا المدرب محمد عبد الرحمن. يقول لك لا تزعل، شد حيلك، لا زال الوقت أول شيء قدامك، لا زال العمر قدامك أيضا. فهذه التعليمات بهذه الخبرة لهذا مدرب أحمد محمد الذي يلقب بالعجوز. هذا اللاعب الذي شارك في كأس العالم، شارك مرتين في كأس العالم في 2008 و2012، وكان أيضا هو كابتن المنتخب في 2012. هو كان قائد المنتخب المصري، بدأ احترافه هنا من 2007، احترف في الخور والوكرة والشمال. هذا المدرب الذي له إمكانيات وله صولات وجولات هنا في الدوري الصالات كلاعب، والآن كمدرب. كان الآن بالمدرب. نعم، هو مدرب في نادي الخور لمدة 2 الدوري الصالات، و4 سنوات في الأهلي، 4 سنوات في الأهلي. ولكن لا، لو شفتوا أحمد العجوز وهو يلعب، تتمتع بلمسات أحمد العجوز. هنا كرة تعود لمصلحة فريق الأهلي، ممكن يعود، الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كريم عبد الكريم
تلاقي عبد الكريم أي مباراة هذه، أي جمال هذا، أي فن هذا. نعم 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 نعم، عاد الأهلي، عاد العميد إلى هذا اللقاء، عاده. يا الله يا الله يا الله، يا سلامي على هذه المباراة. نعم صحيح بأنها تعادل 3-3، ولكن متعة من يمين، هجمة من يسار، هذه واحدة كان الرابع، ولكن عبد الكريم عليك دين بأنك تمرر لعلي جمال لكي يسجل. هناك كرة تلعب لمصلحة علي الشيباني، ولكن الكرة مقطوعة وتعود لمصلحة فريق الأهلي. هنا التغطية اللعبة الماضية، نزول أيضا للاعب الغرافة علي أحمد الشيباني، وهنا تسديدة ومحاولة، ولكن أيضا تبديل مفتوح للفريقين، ينزل ويدخل في أي وقت وفي أي لحظة، ولكن الأكيد بأن ما يبدلون، والأكيد أن هذا شيء واضح ويعني شيء معروف، بأن التبديل يكون إذا الكرة كانت معاك ما تكون ضدك، لأن لو صارت ضدك وانت بدلت بتنقص لاعب في أرضية الملعب، فهم يلعبون 4-3، الأكيد بيكون الأوت معاك، لأمورك تمام، شوي تتأخر تقريبا 3 ثواني على ما يدخل اللاعب الثاني. فهذه حسابات، وهذا التدخل وهذا الفاول علي جمال، هذا التدخل الماضي على ماهر، اللاعب الذي يبدع في مباريات، ماهر محمد، عند اللاعب مبارك المهيزع، يقول لك لا تلعب الا على الصفرة، وهذه واحدة ممكن يأتي فيها الغرافة الهدف الأول الذي فاجأ الجميع، ممكن يعود فيها بتكتيك ثاني، من يسدد، من يلعب، هذه واحدة ممكن المهيزع، مبارك تسديدة من مبارك، ولكن إلى خارج المرمى. هذه نظرات محمد إبراهيم، هذه نظرات مدرب الغراف، والذي تفاجأ من أن النتيجة بأنهم عادوا الأهلي، كانت بالنتيجة وتقدم فريق الغرافة بنتيجة 3-1، فجأة تحصل النتيجة 3-3، عادي جدا في أقل من 30 ثانية هو سجل فيها هدف أو هدفين. واللي تابع المباراة الأولى، مباراة الريان ومباراة الخور، والذي سجل فيها الريان في بداية الشوط الثاني مع مبارك الجربوعي في 30 ثانية سجل هدفين. فكرة الصالات نعم في 30 ثانية عادت تسجل هدفين مش هدف، وهذه واحدة، ولكن الكرة إلى خارج المرمى، أوت لمصلحة فهود الغراف إلى نهايته. وهذا جدول الترتيب الشمال في المركز الثامن، الشمال في المركز، الله على التسديدة، ولكن إلى خارج المحاولة كان يسجل فيها علي جمال، ولكن إلى خارج يروح من المركز الثامن إلى المركز الأول بهذا الوضع اللي موجود وهذا الترتيب اللي موجود. الشمال في الثامن، الخور في السابع، الأهلي في المركز السادس، العربي أو الخور في المركز السابع، الأهلي في المركز السادس، العربي في المركز الخامس، الوكرة في المركز الرابع. ولكن ترتيب الثلاث الفرق الأولى هذه فيها حسابات إلى نهاية هذا اللقاء. الأول حتى الآن هو فريق
الملك القطري. الثاني مين؟ الثاني هو فريق الريان، والثالث هو فريق الغرب. في حالة فوز الغرافة في هذا اللقاء ممكن يذهب إلى مركز الثاني بالشرط إنه يجيب نتيجة ويذهب معه إلى المركز الثاني. تايم اوت طلب مدرب الأهلي. ليش قلنا الأهلي؟ لأن الكرة مع نادي الأهلي في الهجمة، ولكن الكرة إذا كانت مع الفريق يحق له بأنه يطلب التايم اوت. من حقه يطلب التايم اوت ولمدة دقيقة أو أقل من دقيقة، يعني 40 ثانية. أعطني تعليمات ممكن يأتي فيها الهدف الرابع لمصلحة الأهلي. وياما سجلوا من التايم اوت للفريق على فريق آخر. نعم، لو تذكر في بطولة الكاس أو التحدي الذي لعب فيها الغرافة والوكرة والذي طلب فيها التايم اوت فريق الوكرة وسجل، أو فريق الغرافة طلب التايم اوت في نفس اللحظة سجل فيها عن طريق التايم اوت. ولكن هالمرة التايم اوت طلبها الأهلي، فالأهلي ممكن يسجل من هذه التعليمات ومن الخبرة اللي موجودة اللي في أرضية الملعب. نعم، أيضا محمد إبراهيم أيضا له خبرة وصولات وجولات في الدوري الصالات، وهذه واحدة ممكن تعود لمصلحة الأهلي. علي جمال محمد عبد الكريم، ولكن يا سلامي يا علي يا جمال في التدخل الماضي. وين ما يروح علي أو وين ما يروح أحد قدام تلاقي علي قدام. التدخل الماضي تدخل أخذ فيه الكرة بدون ما يكون فيه احتكاك، وهذا الأهم هنا في الصالات، لأن لو حسب الفاول عندك 5 فاولات ب4 فاولات، يعني الأهلي مهدد بفاول خامس. لو سجل الأهلي عليه الفاول الخامس بيكون فيها السادس ركلة جزاء من 10 متر. ركلة جزاء من 10 متر في حالة شنو؟ في حالة إن الأهلي لم يأتي عليه أي هدف أو لم يأتي عليه 3-4 وفي وقت 6 دقائق. يعني ممكن يقول قريب جدا ان الأهلي او الغرافة يكسب فاول لكي يقرب نفسه، لأن بعد الفاول الخامس ايش يصير؟ بعد الفاول الخامس اي فاول على الأهلي بركلة جزاء، اي فاول على الأهلي بركلة جزاء في الشوط الأول بس، يعني ما يكون معاك للشوط الثاني. لا، الشوط الأول لك 5 فاولات، السادس بلنتي، وأيضا الشوط الثاني لك 5 فاولات، السادس بلنتي. نعم، آخر 6 دقائق على مجريات هذا اللقاء، والغرافة يبحث عن هدف رابع في مجريات هذا اللقاء. أيضا الأهلي يريد بهدف رابع في مجريات هذا اللقاء، فمن يسجل الهدف الرابع؟ من اللاعبين الذين سجلوا للغرافة، ومن هداف الغرافة اللاعب محمد عبد الكريم الطيري، هو هداف فريق الغرافة ب10 أهداف. اليوم سجل هدفين، يعني 12 هدف للطيري، وهذه واحدة. يا سلامي يا عبد الكريم، ويا سلامي يا سعود بهذه التسديدة الماضية والتسديدة، ولكن يا سلام حلوة يا عبد الكريم، والأحلى منك يا محمد يا حارس عمر سعود الجهني في التصدي. سلامات لعمر الذي يعاني من إصابة، ولكن إن شاء الله يكون سليم ويكمل مجريات هذا اللقاء.
كرة اللعب، هذه التسديدة ولكن التسديدة بعيدة المدى. التسديدة كانت من اللاعب محمد علي قائد الأهلي في هذا اللقاء. لاعب من يوم أشوف الأهلي أشوف اللاعب محمد علي محمد موجود مع الأهلي، يعني أهلاوي ومع العميد، أهلاوي ومع العميد مبارك مهيز. مبارك قائد فريق الغرافة لعب للصلاة عندما خرجني الذاكرة بأن لاعب مع الخلطيات ولعب مع الريان، لعب مع الخلطيات ولعب مع الريان، ولكن غدير ممكن يأتي فيها غدير الطاري، ولكن التصدي يا سلامي على التصدي يا فيصل. هنا عرضية ولكن فيصل كان موجود فيه. الطيري أيضا من اللاعبين الذين لعبوا ولكن في العشب، وها الله يا سلام يا سلام يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر. هذه البينية، هذه التصدي الذي كان من فيصل عبد الله، ولكن هذه اللعبة وهذا التصدي يا الله يا الله يا الله يا عمر يا جهني. يا سلام على التصدي يا عمر يا جهني في اللعبة الماضية واللعبة التي نعم في اللعبة الماضية من اللاعب عصام أحمد عصام، هذا اللاعب الذي سبق ولعب لنادي معيذر، سبق ولعب في نادي معيذر، لاعب رقم 11 في نادي الأهلي هذا اللاعب أحمد، واشتراكه مع غدير الشمري. غدير أيضا لعب في العشب مع نادي الشمال ولعب مع نادي أم صلال، وهذا بيان ينزل الآن بأن الغراف، أنا كنت أقول لكم بأن الغرافة محتاج فاول لكي يلعب ركلات الجزاء، لا الحين العكس، الحين صار العكس، أي فاول على الغراف، أي فاول على الغرافة بركلات جزاء في الدقائق القادمة، في الدقائق القادمة. هذا الاحتكاك الماضي والفاول المباشر يحسب فيه الفاول، فاول غير مباشر ما يحسب عليه، ما يحسبها من ضمن الفاولات الخمسة، وهذه واحدة ممكن تسديدة، ولكن التسديدة إلى خارج يا علي يا خميس. التسديدة الماضية جاء يسدد ويخرج من أرضية الملعب. أكيد بأن عادي في أي لحظة علي خميس يسجل، صاحب تسديدات قوية علي خميس كاد أن يسجل، ولكن ترجع لعلي جمال، ترجع بهذه اللعبة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أيضا كرة وفاول، 5 فاولات ب5 فاولات، 5 فاولات ب5 فاولات، يعني أي فاول بعد هذا لأي فريق ما، يعني أما الغرافة أو الأهلي يحسب فيها ركلة جزاء من 10 متر، يعني مش ركلة الجزاء الأصلية، لا بعدها بشوي ب10 متر. نعم، وهذه يستفيد منها. عندك مبارك يعني شويت، عندك أيضا اللاعب علي خميس، أيضا علي جمال، أيضا يعني الأكيد بأنه في كم لاعب أكيد أنه يشوت، ومسموح لحارس المرمى يتقدم شوي إلى الأمام لكي يضيق الخناق على المهاجم. يعني تعرف كل ما تقدم الحارس كل ما صارت الزاوية على المسدد أصعب شوي، لكن نص الحراس يتقدمون ولكن نص اللاعبين يسجلون. تسديدة حلوة وتصدي جميل من حارس المرمى فيصل عبد الله، فيصل عبد العزيز عبد الله، الذي يتألق بهجوم الغرافة بفهود الغرافة، والذي يبحث عن هدف، والذي يبحث عن نتيجة، يبحث عن هدف ويبحث عن نتيجة. هذه النتيجة اعتبرها 0-0، نقول 0-0 تمام، 0-0. الغرافة محتاج 18 هدف، محتاج 18 هدف لكي
ياخذ الدوري. اذا انت حاب تاخذ الدوري لابد انك تسجل 18 هدف، بس بشرط بان الاهلي لم يسجل. لا، النتيجه اللي واضحه امامنا 3-3 وهذه واحده ممكن مع مبارك مع الطيري، وهذه واحده ولكن وين يغدير هذه الى خارج. اوت لمصلحه الاهلي، اوت لمصلحه الاهلي. من الذي سيستفيد؟ لكن اللي موجودين في الصالات عندهم خبره كيف اكسب ركله جزاء، وكيف الركله الجزاء هذه تعطيني تقدم. انا العب على هذا، العب اول شيء بانه اسجل، والثاني العب على اخطاء الخصم لكي اسجل منه. النتيجه 3-3. الفاولات 5-5. يطالب بان الاوت لمصلحة الأهلي، ولكن حكم اللقاء احتسبها للغرب. كرة لمصلحة علي جمال الذي سجل جميل. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، يا عيني على اللعبة ويا عيني على التسديدة. الله، كاد أن يسجل منها نادي الأهلي عند اللاعب محمد عبد الرحمن والذي سجل في هذا اللقاء. عبد الكريم أيضا سجل في هذا اللقاء. علي جمال أيضا سجل في هذا اللقاء مقابل الطيري بهدفين، هو ماهر بهدف. 3-3. التعادل حتى الآن بهذه النتيجة وانتهى بالصدى بهذه النتيجة. نشوف هذا اللقاء بدري على الوقت، دقيقتين ترى بالنسبة للصلاة 2.5 دقيقة، ولكن الوقت الفعلي العشر تعتبر 5 دقائق. وهذه التسديدة، ولكن التسديدة إلى خارج يا سلامي على هذه المتعة. من سيسجل رابع الأهداف قبل نهاية الشوط. علي جمال هذه واحدة. يطالبون بركلة جزاء. كل رياني مع الغرافة ويتمنى بأنه يتغلب، لأن هذا يخدم الريان. كرة تعود لماهر إلى مبارك مهيزع، ولكن كرة إلى خارج المرمى، إلى أوت لمصلحة فريق الأهلي، والذي عاد في مجريات هذا اللقاء. وأي عودة عاد في هذا اللقاء، وأي عودة وجمال بهذه النتائج. يقول لك هذه اللعبة وهذه واحدة ممكن يعودون فيها بهذه التسديدة الطيري، ولكن التغطية الجل. نقول لك لو فاز الريان قطر فاز يفوز، بس الغرافة ما فاز. من يفوز في اللقب؟ اللي يفوز في اللقب فريق الريان. بهذه النتيجة الريان هو ممكن اللي يتوج في مجريات هذه البطولة، وهذا الريان طالب يعني. لو فاز الريان وهذه النتيجة، نعم الريان فايز، قطر فايز، باقي الغرافة في الدقائق القادمة هل سيفوز؟ في حالة فوزه يتعادلون، وكم النقاط بين
يعني نتكلم عن 30 نقطة لنادي قطر، 30 نقطة لنادي الريان، 27 نقطة لنادي الغرافة. في حالة فوزه سيذهب إلى 30، يذهبون إلى فارق الأهداف اللي سجل واستقبل. كلام عنه صافي فريق نادي قطر ب9. يا سلام يا سلام يا سلام على اللعبة، يا سلام على اللعبة الماضية بالمهارة، ماهر بالمهارة، ولكن تسبب هناك بركلة جزاء، تسبب هناك بركلة جزاء. هذا التدخل الماضي، هذا التدخل الماضي، وفيها ركلة جزاء لمصلحة العميد الأهلاوي، لمصلحة العميد الأهلاوي في 30 الثاني، 30 ثانية لفريق الأهلي. ممكن يسجل منها من 10 متر، ممكن يسجل منها، ممكن يسجل منها. وانا قايل لكم بان علي خميس صاحب تسديدات قويه، ولكن عمر سعود ممكن يتصدى لها، ممكن يتصدى لها. وهذه وحده لعلي خميس، علي خميس، نعم 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 نعم، يقول سمعني، يقول سمعني، وسجل سجل وسجل. نعم يسجلون الأهلي، يسجلون الأهلي رابع أهداف هذا اللقاء، رابع أهداف هذا اللقاء. نعم نعم نعم، علي خميس يسجل الرابع للأهلي. نعم يعود الأهلي. أي لعبة، أي ريمونتادا، هذه ريمونتادا بس الشوط الأول. أي عميد هذا، أي لعب هذا، أي متعة هذه النتيجة صارت في القسم الأول، لكن النتيجة كاملة. ولكن هالمرة هذه النتيجة 4-3 تصير في الشوط الأول. الغرافة يتأخر، الغرافة يتأخر. هل يعود فيها الفهود؟ هل يعود فيها هذا العميد؟ هذا العميد بهذه اللعبة، التمريرة الطولية، يبون الثواني تنتهي على الأقل في الشوط الأول. وأنا متقدم بالنتيجة، وأنا متقدم بهذه النتيجة. نعم الشوط الأول الأهلي ب4، الغرافة ب3 أهداف. بهذا الشكل البطل الرهيب الرياني، هل سيواصل الأهلي هذا الإبداع وهذا الإمتاع، ولا الغرافة يكون في الشوط الثاني له كلام ثاني؟ نعم الكلمة والصورة تذهب للاستوديو التحليلي، ونرجع لكم إن شاء الله في مطلع الشوط الثاني.
إذن أعزائي المشاهدين النتيجة 4-3 للأهلي، وبهذه النتيجة حتى الآن نقدر نقول الدرع بيروح حق الريان. سامي قلت لك اخوي فيصل، لا قلت تبي خطر الحين الموضوع متغير ترى. قلت لك بطولة استثنائية بكل المقاييس صراحة. يعني البطل ما يبي يتحدد بسهولة. الآن يتقدم الغرافة 3 نقول قطر البطل، يرجع الأهلي يتعادل نقول ريان البطل. والشوط الثاني أعتقد أن المباراة هذه كانت أكثر متعة من المباراة الأولى. جمل تكتيكية، مهارات فنية داخل الملعب شفناها بشكل كبير، حماس، إثارة. أعتقد الكفة مالت للمدرب الأفضل صراحة. مدرب نادي الأهلي أجاد وعرف يلعب بأسلوب أكثر من رائع. لعب على المرتدات، كان متأخر بهدفين استطاع أنه يرجع واستطاع أنه يقلب الطاولة ويتقدم ب4 أهداف مقابل 3 أهداف. نشوف الإثارة معكوسة حتى على المدرجات. نشوف لعيبة نادي قطر قاعدين يشجعون الغرافة، ونشوف لعيبة الريان يشجعون الأهلي. لكن بشكل عام احنا المستفيدين كجمهور وكمحللين صراحة. المباراة من أروع ما يكون، عوضتنا عن المباراة الأولى اللي كان شوي ممكن فيها التحفظ وفيها حذر، لكن المباراة الثانية صراحة أوفت بوعودها واستمتعنا صراحة. وأعتقد أن احنا راح نستمتع بشكل أكبر، وفي مفاجآت أكبر أعتقد راح نشوفها في الشوط الثاني. شنو مفاجآت أكبر؟ أتوقع إذا الأهلي ما طاح في الرتم بدنيا، لأن المؤشر واضح أن الأهلي ممكن بدنيا يطيح. إذا ما طاح الأهلي بدنيا أعتقد أن الأهلي قادر أنه يهدي البطولة للريان. حلو. خالد، احنا شفنا شوط اول نقدر نقول انه عادل 20 دقيقة 10 دقائق، اول 10 دقائق للقرافة. شفنا هجوم من القرافة، شفنا إصرار منهم على تسجيلهم أول 10 دقائق 3 أهداف متتالية. بعدها لاحظنا نقدر نقول تراجع من فريق القرافة مع تقدم الأهلي، مع تميز الأهلي في التبديلات. أتوقع أن مدرب الأهلي عرف يسيطر على المباراة، عرف يغير التبديلات اللي قاعد يسويها، كانت إيجابية بالنسبة له. سجل 3 أهداف. الهدف الأخير خذ منه بلنتي وسجل لاعبهم صاحب 17 رقم 17. فأنا أشوف أن الأهلي الشوط الثاني 10 دقائق الأخيرة أتوقع أنها كاملة الأهلي. شوط شفناه عادل مع تميز مع نتيجة أفضل للأهلي. فالشوط الثاني أنا أتوقع أن الفريقين راح يكملون المتعة اللي بدوا فيها من الشوط الأول. أتوقع أن للحين ما انحسم الوضع، أتوقع أنها بنقعد لين آخر الدقائق. حلو. خالد، أنت تقول إحنا راح نبقى مع مباراة قوية. سامي يقول لا، الرتم راح يتغير. لا، أنا أتوقع أن احنا خلنا نفكر فيها. أول شيء آخر مباراة في الدوري، مباراة مصيرية للقرافة، مباراة للأهلي يطلع نقدر نقول ختامها مسك بالنسبة لهم في الدوري، حتى لو أنه ما قاعد ينافس. لكن أنا إيجابيا أنتصر في آخر مباراة للدوري. أنا ما أخلي القرافة أو قطر ياخذ الدوري على حسابي. أنا مش لقمة سهلة في الدوري، أو أنا مش فريق نقدر نقول أنك تلعب على إمكانيات أو تلعب على نتائجه. أنا فريق قاعد اليوم أفوز في المباراة هذه، أقدم اللي علي، أطلع بشكل إيجابي، أطلع بصورة مثالية، أخذ آخر انتصار لي في الدوري. فهذا شيء مستحق بالنسبة لهم وحق مشروط بالنسبة لهم بعد. ما أعرف، أنا أتوقع أن الفريقين داشين فقط للاستمتاع في المباراة، والدليل أن الأهلي قاعد يقدم مستوى معاكس على ما كان يقدمه في القسم الأول. صحيح، استبسل في الشوط الأول. اليوم احنا قاعدين نشوف الأهلي مغاير أمام الغرافة، لكن اليوم أنا قاعد أشوف أن الغرافة مش الغرافة اللي كان يلعب في المباريات السابقة ويفوز بنتيجة كبيرة. فيصل، احنا ذكرنا قبل لا تبدا المباراه، قلنا لك ان المباراه اليوم الاهلي راح يكون متحرر من الضغوط، راح يلعب بكل ارتياح، هذا راح يساعده بشكل كبير جدا. وتفاجئنا صراحه، فاجئنا مدرب الاهلي، لعب بتكتيك عالي جدا، عارف الغرافه. انت تدري ان قبل لا تبدا المباراه او بعد ما سجلوا الهدفين الغرافه طمع انه ممكن انا اجيب 11 12 هدف
ممكن اخذ البطوله، ما اقعد اهدي البطوله لغيري انا. لما نسجل هدفين 3 اهداف طمع اكثر، حاول، اندفع، دفع ضريبتها، استقبل 3 اهداف وفي اخر الدقائق استقبل الهدف الرابع. فاعتقد ان المباراه كانت مثيره فيصل، المباراه مثيره بكل مقاييسها، بغض النظر على ان مثلا الاهلي مش مستفيد شيء، الغرافه لا مستفيد، كان طرف ممكن انه ياخذ البطوله لو سجل اكثر من 13 14 هدف، لكن بعد ما استقبلت شباكه 4 اهداف اصبحت المهمه مستحيله جدا. فاعتقد الان اصبح الغرافه بيوجه، هي اصلا من البدايه مهمه مستحيله، قبل ما يدش المباراه كانت مهمه مستحيله على الغرافه. فكره الصالات فيصل ما اعتقد في شيء مستحيل، انت تتكلم عن 20 دقيقه وملعب 4 ضد 4، فاعتقد ان الموضوع ترى مش مستحيل، ممكن يكون صعب بس مش مستحيل. الان اصبحت مستحيله، الان استقبلت 4 اهداف، فاعتقد ان الموضوع رايح ما بين قطر وما بين الريان. محمد ابراهيم رشيد مدرب الغرافه امام محمد عبد الرحمن مدرب الاهلي، ايش بيسوون في الشوط الثاني؟ انا اتوقع انها محمد عبد الرحمن مدرب الاهلي، انا اتوقع انها الشوط الاول نقدر نقول انتصر، وحنا المتعارف عليه في كره القدم الشوط الثاني يعتبر شوط المدربين، شوط المدربين. فاحنا بنشوف تالق مدرب الاهلي محمد عبد الرحمن، هل هو بيستمر او بيتراجع ونشوف الظهور اكثر من مدرب الغرافه. فانا اتوقع الاهلي راح يستمر على المتعه اللي شفناها في الشوط الاول، وراح يستمر في التالق من المدرب ومن اللعيبه. سامي، هل تتوقع يعني عشان ما الاهلي ما يكسر الرتم وينزل في رتم المستوى البدني، هل ممكن نشوف تبديلات تعزز من قوه الاهلي في هذه المباراه؟ احنا ليش ذكرنا قلنا احنا متخوفين على الاهلي ان الرتم يطيح؟ لان اعتقد لو نشوف تبديلات مدرب الغرافه وتبديلات مدرب الاهلي، هذا احنا ليش قاعد نشيد في مدرب الاهلي؟ مدرب الاهلي بامكانيات محدوده والبدلاء محدودين، لاحظ قاعد عنده تبديلين فقط بين علي خميس وبين اعتقد اللاعب الثاني. الغرافه لا، تحس ان عنده 3 4 تبديلات قاعد تصير، 3 4 لاعبين ممكن يشاركوا. انا اعتقد في لعبه كره الصالات اعتقد شوط المدربين هو الشوط الاول مش الشوط الثاني. الشوط الثاني هو شوط المجهود والعامل البدني والخيارات الأكثر اللي متوفرة للمدرب. فأعتقد أن الشوط الثاني الأهلي إذا استطاع أو عنده دكة بدلاء اللي شفناه احنا الشوط الأول. الأهلي عنده دكة بدلاء بس ما عنده حتى حارس بديل. أنا هذا الكلام اللي أنا أقول لك أنت لما يكون بنك البدلاء عندك في وفرة وفي جودة، أعتقد أنه كان بإمكانك أنت تجاري الغرافة يملك البنك البدلاء. لكن ليش وجهنا التحية احنا للمدرب الأهلي؟ لأنه أجاد ولعب بأسلوب أكثر من رائع، قدر يحجم الغرافة واستطاع أن يعود بعد خسارة ب3 أهداف، فشيء يحسب صراحة للمدرب الفريق. فأعتقد الشوط الثاني العامل البدني اللي راح يكون الفيصل ما بين الفريقين، وأعتقد الأهلي اللي ممكن يصيد الدروب في الشوط الثاني. الأهلي يمكن يصير الدروب، وهذا اللي ما يتمناه الريانيين. صحيح. خالد، هل الغرافة راح يرجع في الشوط الثاني؟ أنا ما أتوقع، ممكن يرجع، لكن أنا أتوقع أن الأهلي ما راح يخليه. الأهلي إحنا شفنا آخر 10 دقائق ظهور بالنسبة لهم، ظهور جبار، نفس ما ذكر أخوي أبو عبد الله، من 3-0 إلى 4-0. فأنا ما أتوقع يفرطون النتيجة هذه، ما أتوقع أنهم يفرطون ختام المسك في الدوري، تكون يظهرون بالشكل اللي ظهر فيه اليوم. فأنا ما أتوقع الأهلي بيستمر على الأداء وبيستمر على المتعة اللي شفناه، وممكن يفوز اليوم. ترى انتم حيرتوا المشاهد والله. انا اتوقع مع الاهلي. لا، المشاهد احتار. يعني انت تقول مع الاهلي، والاهلي ما راح يعني يتراخى، سامي يقول لك لا الاهلي بيتراخى، والاهلي مستوى البدني بينزل، الغرافه بيقدر يفوز عليه. فيصل راح نرجع لهم بعد 20 دقيقه ونشوف من الصح، من اللي الله يوفقه في التوقع. فيصل لا، اعتقد الكلام كان جدا واضح. الاهلي قدم شوط اكثر من رائع. احنا نخاف على الاهلي فقط قله التبديلات اللي صارت في الشوط الاول، انه معناته يمكن ما عنده لاعبين، يمكن ما عنده معدل بدني ممكن يسعف الشوط الثاني. حلو، خلاص معناته جاوبنا على كلامك. الاهلي راح يستمر بهذه النتيجه في التقدم، ام الغرافه بيلحق فيه بيقلب الطاوله؟ اعتقد المباراه رايحه يا للتعادل او الاهلي راح يكون فايز. يعني انت مع الاهلي الحين؟ انا كلامي واضح. ايه لا واضح، صار مؤيد لك الحين. معنى كلامك انه بهذا الكلام انه ممكن خلاص الدوري ينحسم للريان. صحيح، فوز الاهلي، لكن المجهود البدني راح يكون واضح في هذه المباراه. راح نشوف تبديلات، راح نشوف ايضا مزيد من الاثاره. لكن خلنا نروح مع معلقنا جابر المري لتعليق على مجريات
الشوط الختامي من هذا الدوري اللي بعدها راح نحدد من سيأخذ هذا اللقب. بالتوفيق للفريقين والتوفيق يا جابر. شكرا لزميلي فيصل المهندي وضيوفك الكرام الكابتن سامي صلاح والكابتن خالد المري. نعود إلى الشوط الثاني بين الغرافة والأهلي، والذي انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الأهلي على حساب الغرافة بنتيجة 4-3. مباراة جميلة، مباراة رائعة، مباراة صار فيها كل شيء في الشوط الأول، ولكن هل يكمل بهذه الفرحة الأهلاوية؟ الأهلي في هذا اللقاء، الأهلي في هذا اللقاء نعم هو يحاول في هذا اللقاء يريد المحافظة على هذه النتيجة أو أنه يزيد في النتيجة. ماذا دار في غرف الملابس بين الغرافة وبين الأهلي؟ فهل الأهلي يواصل على هذا الشيء بأنهم يعودون للتسجيل أو الغرافة؟ نعم، دقيقة واحدة وسنبدأ معاكم مجريات هذا اللقاء الذي يجمع الأهلي ويجمع الغرافة في شوط أول جميل جدا. صار فيها نتيجة ب7 أهداف، صار فيها تقدم الغراف بنتيجة 3، ثم عاد الأهلي ورجع وسوى أول ريمونتادا جميلة جدا في شوط واحد، وعاد أيضا لمجريات هذا اللقاء مدرب محمد إبراهيم، نعم مدرب الغرافة والذي يناقش الحكم، ولكن أكيد يناقش في لحظة أول بركلة الجزاء. ممكن ركلة الجزاء هي اللي سوت، ولكن الوضع في الشوط الثاني وبداية الشوط الثاني هل سيرجع الغرافة بتسجيل كم؟ 19. كنا نقول 18، الآن نقول 19. إذا حاب أن يتوج بالدوري، ولكن الأهلي هو الذي يقول هذا اللقاء لقائي وهذا المباراة مباراتي. صحيح فزت عليك في الذهاب وأريد أن أسجل أيضا في الإياب في هذا اللقاء الختامي. نعم، يكون ختام هذه البطولة بفوز معنوي لفريق الأهلي في حالة فوزه بيكون في المركز الخامس، يعني من المركز السادس يذهب إلى المركز الخامس فريق الأهلي الذي يبدع والذي يأتي في الشوط الأول بنتيجة 4-3. شاهدوهم، راقبوهم، ما راح تنتهي النتيجة بهذا الشكل، ما راح تنتهي لا الفهود ولا العميد، ولكن العميد بهذه اللعبة عبد الكريم أوه يا الله، كاد أن يسجل، ولكن الطري كاد أن يسجل في شباكه، كاد أن يسجل. هو محمد علي الذي كاد أن يسجل، ولكن اللعبة السريعة نادي قطر وحضوره ومجاهد متواجدين في أرضية الملعب، ويشجعون مين؟ يشجعون الغرافة لكي يتغلب على الأهلي، لأن في هذه النتيجة البطل يكون للريان، البطل يذهب للدوري، يذهب إلى الريان. وأي رهيب هذا يتكلم عنه في مجريات هذا اللقاء. صحيح بأنها تغلب ب2-1، ولكن النتيجة اللي أمامنا في الصلاة لن تنتهي بهذا الشكل. هذا التدخل الماضي بين اللاعب عبد الكريم وبين الحارس عمر، تدخل ماضي، سلامات للاعب عبد الكريم،
وسلامات أيضا عبد الكريم الذي سجل الهداف والذي وصل لي الهداف حتى الآن هو طاهر أمس سجل 4 أهداف، وهذه الأهداف الماضية هذه الأولى، وهذا الثاني الطيري يسجل الهدف الثاني لمصلحة الغرافة، وهذا الهدف الثالث. أي صناعة هذه للطيري 3-0. ثم قلنا الغرافة لا، هذا وين الغرافة؟ عاد فريق الأهلي بالواحد، ثم عاد بالثاني لهذه التسديد الجميلة من علي جمال، ثم الأخيرة كانت من عبد الكريم، بهذه التسديدة القوية علي جمال والتسديدة، ولكن التسديدة تعود لمصلحة الغرافة. لعبة الماضية والتسديدة الماضية، هل يسجلون؟ هل يبدعون؟ هل يمتعون فريق الأهلي والغرافة؟ ممكن تكون صعبة على الغرافة بنتيجة، لأن هذه النتيجة ما صارت في الدوري، ولكن نتيجة بأنك تسجل 19، لا هذه ممكن تكون صعبة، ممكن تفوز وممكن بنتيجة، ولكن توصل ل 19 ممكن نقول لنا. ولكن الغرافة في هذا الموسم حقق بطولة كأس الاتحاد الصالات، حققها أمام الوكرة. ممكن يقول لك هذه المرة أنا أخذ هذه البطولة، والسنة القادمة أريد وأبحث عن الدوري. كنت قريب جدا للغاية لفريق الغرافة، ولكن للأسف ضاع علي بالمواجهات. نتكلم عن المواجهات، لأن الغرافة لاعب مع الريان مباراتين. احنا نتكلم عن المتصدرين الريان والأهلي. الريان والغرافة تعادلوا 3-3. المباراة الثانية الغرافة فاز على الريان، يعني الغرافة فاز على الريان في حالة هذا الشكل، والريان كان فايز وفريق قطر كان خسران. الغرافة بأي نتيجة يحقق الدوري، ولكن قطر فاز على فريق، أو الريان فاز على قطر. فأنا ليش أقول لكم بهذا الشكل؟ لأن 3 فرق يذهبون إلى الصافي من الأهداف، ولكن ال3 فرق بيكونون فريقين على التسديد. يا سلامي على التسديدة والمحاولة يا عبد الله يا حسن، ولكن إلى خارج المرمى. تسديدة ومحاولة ماضية كاد أن يسجل منها. الريان تغلب على قطر تغلب على الغرافة تغلب على الريان. يعني شوفوا هذه اللعبة ممكن. يا سلام. الكل فايز على الثاني. سلام. عاني من إصابة، ولكن ممكن ماهر، ولكن هذا التدخل وهذه اللعبة شكل استلمها باليد، يحسب فاول. هذه اللعبة لمسة اليد، استلمها بيده ماهر، ولكن كرة تعود لمصلحة الأهلي. يا سلام يا الله يا عبد الله، يا الله يا أبو حسن. كاد أن يسجل أبو حسن في الكرة، هذه الكرة الطولية، ولكن الكرة تذهب إلى ضربة ركنية لمصلحة العميد وعلي، ولكن التصدي. دفاعات الغرافة يتصدون لتسديدات علي جمال.
لتسديدات علي جمال، يتصدون ولكن يبحثون. الله 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 يا محمد، يا عبد الرحمن، يا لمين، يا لمين، يا لمين، كاد أن يسجل لمين، ولكن عمر. يا سلامي يا عمر، يا سلامي يا عمر. هو يا الله يا الله، يا سلامي على هذه المحاولة، كاد أن يسجل منها الأهلي. الأهلي أقرب للتسجيل، الأهلي أقرب للتسجيل، فجاري البحث عن الهدف، جاري البحث عن الهدف. هل يأتي الهدف؟ هل يأتي الهدف لمصلحة الأهلي؟ هل يبحث على الأهلي عن هدف خامس يصعب الأمور على الغرافة؟ هل يصعب الأمور على نادي الغرافة والذي يتقدم فيه محمد عبد الرحمن، والذي يتكلم مع حارس المرمى، يتكلم مع حارس المرمى. هذه ركلة الجزاء اللي من 10 متر، ويقول لك أنا موجود هنا وأنا أسجل هنا وأنا أتقدم هنا، وأنتم تشاهدون وتصفقون لي لأني سجلت في هذا. سلامات لعبد الله حسن الذي يعاني من إصابة. سلامات لعبد الله حسن، ينزل لاعب مكانه عبد الكريم. عبد الكريم أيضا ينزل مكانه عبد الكريم أحمد جامع، سجل أيضا في هذا اللقاء. فهل يسجل؟ يا سلامي على اللعبة، شوف هذه اللعبة وهذه المتعة وهذه الإثارة، والأهلي الذي يبحث. الأهلي يا سلام يا سلام، الله 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 الله، يا سلامي على هذه اللعبة، يا روعة هذه اللعبة. كاد أن يسجل منها، كاد أن يسجل منها. أقول لك الوقت يمشي، الوقت يمشي، هذا حال لسان الريان. الوقت يمشي بشكل بطيء. القطراوي يقول الوقت يمشي بشكل سريع، الوقت يمشي بشكل سريع. وهذه تسديدة، يا الله، يا سلامي على هذه المحاولة، يا سلامي على هذه اللعبة. ركلة تماس وأوت لمصلحة الغرافة. عندك يا علي الشيباني، علي الشيباني مع الكرة، يبحثون الغرافة، يبحثون الغرافة، ولكن العميد 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 عدى وراح. الأهلي يلعب على المرتد، وهذا حق مشروع، هذا حق مشروع للأهلي. بما أن الغرافة يتقدم ويضغط علي في الأمام، أنا ألعب على المرتد وأشوف الفراغات اللي ورا مخلينها مدافعين الغرافة. كرة تعود لمصلحة فريق الأهلي. يا سلامي على هذه اللعبة والتدخل. أيضا يكون فيه تبديل لمصلحة الأهلي. اليزيدي يكون نازل بعد شوي، اليزيدي بعد ما أخذ التعليمات. هنا الغرافة، هنا مبارك. يا سلام يا سلامي يا سلامي يا مبارك. هذا كل ما يكبر وكل ما يحلى مبارك، كل ما يكبر كل ما يحلى. نعم، يحاول 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 ويحاول. نعم مبارك المهيزة. هنا كرة، الله يا سلامي يا سلامي يا سلام. الغرافة يعود عن طريق محمد عبد الكريم.
هذه العادة، أي لعبة هذه، أي جمال هذا. محمد عبد الكريم الذي كان غائبا في النهائي كاس الاتحاد الذي حققها الغرافة، هو حقق الغرافة ولكن كان غائبا، ولكن ربعة قالوا بأنهم عندنا موجودين، انت صحيح بأنك غائب عن القائمة ولكن لن تغيب عن قلوبنا. نعم، هذا محمد عبد الكريم والذي يعود بالتعادل 4-4. 4-4 وأي نتيجة هذه، 4-4 وأي نتيجة هذه. يا سلام يا سلام يا سلام. نعم، تقدم الغرافة ثم عاد الأهلي، تقدم الأهلي، عاد الغرافة، عاد علي، عاد علي، عاد علي. الله 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 الله. أنا العميد وأضرب يد من حديد، أنا العميد وأضرب يد من حديد. يا سلام يا سلام، أحلى من الأهلي ما في هذا الملعب، في هذا الملعب. صحيح إن في نادي الغرافة ولكن شاهدوني يا صحافة، شاهدوني يا صحافة. أي أهلي هذا، أي متعة هذه. الأهلي يعود، الأهلي يعود، الأهلي يعود ويسجل، ولكن الفهود ممكن يعودون، الفهود ممكن يعودون. لا تامن، لا تامن الفهود، لا تامن الفهود، لا تامن الغرافة، لا تامن الغرافة. أنا الغرافة، أنا الغرافة وسأعود. وشاهدوني يا صحافة، شاهدوني يا صحافة. الله الله يا الله على هذا اللقاء، يا سلامي على هذا اللقاء، يا روعتي هذا اللقاء. نعم 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 نعم، هذا اللقاء الجميل الذي يأتي في الغرافة وثم يعود الأهلي للتسجيل. تعود لمصلحة الغرافة، تعود لمصلحة الغرافة. نعم، علي جمال وأي جرينتا عند علي جمال، علي جمال وأي جرينتا عند علي جمال في هذه اللعبة وهذا اللقطة. هنا كرة لمهزع. يا سلام يا سلامي يا سلامي يا فيصل يا عبد العزيز. يا جماعة، هذا اللقاء جميل للغاية، هذا اللقاء جميل للغاية. هنا أتوقع أن في كرت يصير على دكة بدلاء الغراف، ممكن يكون في كرت على دكة البدلاء. الحكم راح، الحكم راح. يا حسن يا حسن يا حسن، نشوف حسن وقرار حسن، ممكن يكون فيها كرت أصفر أو كرت أحمر، ما ندري عن النقاشات وما ندري عن هذا الشيء. نعم، يقول لك شوف هذه التعليمات اللي يقولها الحكم، أنت لاعب وخليك مرتاح يا عبد الله يمحي، لاعب له خبرة أيضا. عبد الله لاعب نادي الريان سابقا، لاعب نادي الريان سابقا. لاعب عبد الله والذي ينيل الكرت الأصفر، ياخذ الكرت الأصفر. أكيد ربعة موجودين، شباب البصير، هو مساعد مدرب شباب البصير عبد الله محمد البويضة، وبرشلوني أيضا. هنا ضربة ركنية لمصلحة الغرافة، كرة اللعب، تسديدة غدير ولكن إلى خارج المرمى. غدير بالتسديدة ولكن إلى خارج المرمى. هذه المحاولة تسديدة جميلة، محاولة كاد أن يسجل منها فريق الغرافة مع اللاعب غدير الشمري، لاعب صاحب الرقم 10. يا سلامي على هذه المتعة وهذه التسديد، هذه جاية من القلب يا جماعة، هذه جاية من القلب. شوف
جماهير. وهذه مرتدة، هذه مرتدة. الغرافة ممكن يا الله بهذه المتعة، بهذه الردة. رد عليهم ولكن كرة تعود لمصلحة الفهود. محمد عبد الكريم، ولكن اوت على محمد عبد الكريم في التدخل الماضي، اللعبة الماضية، التسديدة الماضية، المحاولة الماضية. وهذا الفاول والتدخل. ممكن بهذه النتيجة الريان يحقق الدوري وهو السادس لقب الدوري. نعم، الريان ممكن يحقق اللقب السادس. يا سلام يا علي لعبد الكريم، تعود لمحمد عبد الكريم، إلى محمد عبد الكريم أيضا. ولكن هذا الطيري مع الطيري. إذا نزل الطيري أعرف إنه يقول ما فيش غيري. إذا نزل الطيري ممكن يسجل وما في حد يسجل غيري. هناك ضربة ركنية لمصلحة فريق الغرافة. بدري على الوقت 12 دقيقة احسبها 25 دقيقة. 12 دقيقة تعتبر 25 دقيقة في العكس. ولكن ان الكرة تطلع هذا يوقف الوقت، وهذا حق مشروع للفريق. محمد عبد الكريم مع الكرة. هنا المحاولة، تسديد. الله، يا سلام. من آخر واحد أخذ اللقب مش موجود. اللي أخذ اللقب مش موجود. تكلم عن السيلية. آخر واحد حقق الدوري الصلاة. صار فيه توقف ثم عادوا والعود واحد. يا سلام على أجواء الصلاة، يا روعة الصلاة، يا جمال الصلاة. أشكر الفرق جميع تابعنا هذا اللقاء وهذه المتعة وهذه الأهداف، واللي قبلها أيضا يعني متعة ما مثلها متعة في الصلاة الوحيدة اللي لا تضمن أي أحد، لا الغرافة ولا تضمن الأهلي ولا تضمن حتى من ياخذ الدوري. تخيل حتى الدوري حتى الآن نقول لك مش محسوم 100%. ليش؟ لأنك تلعب دوري الصلاة. أوكي، أنا ألعب دوري الصلاة وألعب على هذه المتعة. زين، طيب بهذه النتيجة من يكون بطل البطولة؟ بهذه النتيجة الريان يكون البطل. لو فاز الغراف قطر يكون البطل. لو فاز الغرافة بنتيجة كبيرة، يا سلامي على المحاولة يا غدير، يا غدير يا شمري، يا سلامي على المتعة. هنا التسديدة، ولكن القائم، وهذه واحدة يطالب فيها بركلة جزاء، ولكن التغطية من لاعبين له. النقاشات هذه التدخل الماضي يريد فيها ركلة جزاء غدير، ولكن هنا كرت أصفر على اللاعب غدير. الكرت الأصفر لا نريده. هو زعلان من إنه ليست ركلة جزاء، ولكن في اللقطة الماضية فيها احتكاك عادي، ما توصل لركلة الجزاء. وليش يا غدير ما يعطونك ركلة الجزاء إذا أنت تستحق؟ لا، هو يعني أنا اللي أعرفه بأن الوحيد اللي ما يرضى عليه، ما حد يرضى عليه، ولكن أداء جميل، أداء رائع. نتكلم عن التحكيم، ولكن الحكم الوحيد اللي ما حد يرضى عليه للفريق اللي فايز. ممكن الفايز يقول لك خلاص أنا فايز ونسيت الموضوع، ولكن ارجع للخسران
عكس من ذلك يعني الأهلي الآن بالرقم إذا كان في أخطاء للتحكيم أو شيء ما راح يتناقش معاك، لأنهم كسبان 3 نقاط وأنا كسبان النتيجة، فأنا ما راح أناقشك، خلاص أنا فزت. هذا الكلام. ولكن التدخل هذه اللعبة والذي علي جمال يطالب فيها بفاول، ولكن ما فيها شيء في اللعبة الماضية، ما فيها شيء. كان يطالب فيها علي جمال. وعندك أيضا اللاعب عندك 5 يلعبون مع بعض، عندك 5 يلعبون مع بعض، من ال5 اللي يلعبون مع بعض من فترة، ترى مش من اليوم، مش من هذا بس، السنة هذه لا 26 الكل تغير إلا اثنين ونتكلم عن وين 2، نتكلم عن أكثر من 2، نتكلم أكثر عن 2 وهذه واحدة تسديدة ولكن اتصل يا سلام. نتكلم عن محمد عبد الكريم ونتكلم عن علي جمال. من يكونون الثلاثة اللي معاهم؟ الثلاثة اللي معاهم مين؟ 2 منهم في نادي الريان. نتكلم عن اللاعب أحمد مفيد، ونتكلم أيضا عن اللاعب عبد الرحمن اليزيدي ومبارك المري. هم ال5 كانوا يلعبون في أم صلال السنة هذه، الكل راح نادي إلا 2، محمد عبد الكريم وعلي جمال مع بعض. أنا وانت لوحدينا، حسدونا، لا ما حسدتك، بس أنا أقول بأنكم متعة وإثارة وجمال في أرضية الملعب. من الثنائي الذين أيضا بينهم ثنائية مين؟ محمد عبد الكريم الطيري وأيضا اللاعب ماهر عوض. ثنائي خطير جدا في أرضية الملعب. من الثنائي الذي سيكسب في هذا اللقاء؟ كرة تعود لمصلحة فريق الأهلي عند محمد عبد الكريم. هذه وحدة ولكن بعيدة يا كاظم يا كاظم أحمد، أيضا لاعب سابق لنادي قطر، كان يلعب في قطر أيام الشباب كان يلعب في نادي قطر، اللاعب كاظم أحمد، ولكن هذه السنة في سلامي على الدوري الصالات الجميل الرائع. هذه المباراة رقم هذه المباراة هي رقم 56. هذه اللقاء الذين في شهر ديسمبر هوبا يا عبد الكريم، يا محمد، يا عبد الكريم، أي تسديدة هذه شويت الولد هذا الشويت، والله يعين من يصير قدام، يا سلامي على هذه التسديدة. ولكن هناك إصابة لحارس المرمى فيصل عبد العزيز. الحارس الاحتياطي مين؟ الحارس الاحتياطي محمود عبد الله، أيضا لاعب وحارس مرمى له خبرة، حارس الاحتياطي. لكن شوفوا هذه التهويشة الأولى والتسديدة، ولكن تضرب القائم وتخرج إلى خارج المرمى. الضربة تعود لمصلحة فريق الأهلي، والذي عبد الكريم يطالب. هذا محمود حارس له إمكانيات، وسبق ولعب في نادي العربي، لكن اليوم يكون مع الأهلي. محمود له إمكانيات، ولكن فيصل عبد العزيز أدى أداء جميل. صحيح بأن أنهم سجلوا عليه 4، ولكن ممكن فيصل صد الكرات الذي فيصل حارس مرمى فريق الغرافة. وهذه واحدة، وهنا كرة ولكن إلى أوت. التدخل الماضي بين فيصل
وبين محمد عبد الكريم. أي بينية يا مبارك، أي بينية مبارك مهيزع، كل ما يكبر كل ما يحلى. مبارك مهيزع كل ما يكبر كل ما يحلى يا جماعة. هذا يلعب مثلث الون، هذا يلعب مثلث الون، لكن تعرف اللي عندك يعني ما راح تروح بعيد، ما راح تروح بعيد. وهنا كرة تعود لمصلحة فريق الغرافة يبحث أيضا عنها. الغرافة يريد أن يعودوا إلى اللقاء، الغرافة يريد أن يعودوا. هذه يا سلامي يا مبارك، يا سلامي يا مبارك يا يوسف يا مهيز، يا سلامي. أوه الله ستر ما ضربت الشاشة. هذه واحدة تعود لمصلحة فريق الغرافة، والذي يبحث الغرافة الذي يبحث. كرة تعود لمصلحة الغرافة. محمد عبد الكريم آخر من سجل الهدف الرابع، آخر من سجل، يريد أن يسجل أيضا في مجريات هذا اللقاء. يريد أيضا هذا التدخل الماضي يا كاظم وبين الطيري، ولكن احتسب هذا على الغرافة 4 فاولات وعلى الأهلي في فاولين. ولكن محمد عبد الكريم تسديدة ومحاولة مبارك، ولكن فيصل موجود. تألق فيصل يريد هذا اللقاء. فيصل يريد هذا اللقاء باللي فيه. سنذهب إلى مركز متقدم. ليش أنا ما أذهب إلى المركز المتقدم؟ ليش ما أذهب إلى المركز المتقدم؟ ولكن الكرة تعود لمصلحة الغرافة، والذي يبحث عن 5 أهداف في هذا اللقاء. نعم، الغرافة يبحث عن هدف 5. الغرافة يبحث عن انتصار. الغرافة يريد بالتعادل ثم يفكر في الفوز. يا سلامي يا محمد، يا سلامي يا محمد يا عبد الكريم. ضربها في اللعبة الماضية في محمد عبد الرحمن الأمين، وكسب منها ضربة مرمى. وهذا الخبرة اللي عند محمد عبد الكريم. أيضا اللاعب محمد عبد الكريم لنادي الريان. يا سلامي يا محمد يا عبد الكريم، أداء جميل، أداء رائع من محمد عبد الكريم. وخصوصا يوم سجل محمد عبد الكريم صار المستوى عنده أكثر رغبة بأنه يعود للتسجيل مرة أخرى. وهنا تسديدة من ماهر. التسديدة كانت من ماهر محمد، ولكن إلى خارج المرمى. كرة تعود لمصلحة فريق الغرافة. ينزل اللاعب محمد علي ينزل لأرضية الملعب. محمد الطيري، محمد عبد الكريم، مبارك، وجاء مبارك. وهذا التدخل. سلامات للاعبين. أنا متأكد بأن هذا التدخل لا هو ناوي يدخل عليه بهذا الشكل، لا محمد عبد الكريم ولا حتى علي جمال. هذا التدخل الماضي بين اللاعبين روح رياضية ترى جميلة جدا. اللي ما يعرف علي جمال أنا أقول لكم والله بأن لاعب لا متعة، لا هو له روح رياضية جميلة جدا. مش قاصد بأنه يدخل على الطيري، في اللعبة الماضية. وهذا الفاول الذي احتسب على الأهلي، الفاول الثالث. 4-3 بالنسبة للفاولات.
مش النتيجة 5-4، ولكن الفاولات 4-3. الفاول الرابع على الغراف أو الخامس على الغراف، السادس يكون ركلة جزاء، وهذه صارت في الشوط الأول. ممكن مع محمد عبد الكريم تلعب جميلة، ولكن كرة اوت لمصلحة الغراف. يطالبون برمسة يد في اللعبة الماضية. اليد كانت بالشكل الصحيح والوضعية الصحيحة. القرار يرجع لحسن عبد الله، والحكم الثاني محمد حسن. هنا كرة تسديدة، ولكن هنا الكرة تعود لمصلحة فريق الأهلي. الطالب مدرب فريق الأهلي طالب التايم اوت، ولمدة دقيقة تايم اوت. ايش اللي بيصير فيه وايش الوضع اللي بيصير، ايش اللي اخر 7 دقائق ايش بنعمل. شفنا الضغط الغرافة، هل نلعب على المرتدة؟ لا، هل نرجع شوي نسكر ونضربهم بالطولية؟ هل الغرافة بيلعب بباور بلاي لكي يجيب التعادل؟ هذه كلها تصير في الدقيقة الوحيدة. يعني الدقيقة هذه يستفيد منها الفريقين. أنا أقول لكم يستفيد منها الفريقين. صحيح بأن الكرة لمصلحة الأهلي، لكن حتى الغرافة يراجع حساباته لكي يعودوا إلى اللقاء، يعودوا بالنتيجة. فهذه الدقيقة الوحيدة التي يأخذها فريق الأهلي، وهذا حق مشروع لأن الكرة معاهم. نعطيك التايم اوت، واخر 7 دقائق في تايم اوت للغرافة. عادي ما يطلبه، عادي يقول لا خلاص الدقيقة هذه اللي خذتها من الأهلي هي كافية. يا سلامي يا أحمد يا عصام، يا سلامي على رصيتك. كاد أن يسجل العميد، ولكن الكرة إلى خارج المرمى. تعود لمصلحة فهود الغرافة، والذي يبحث عن التعادل. فهود الغرافة والذي يبحث عن التعادل. فهل يعود في الوقت المتبقي؟ الباقي كم؟ باقي 6 دقائق و30 ثانية. 30 ثانية اللي كلمتكم عنها بأنهم عادي يسجلون فيها، عادي يعودون فيها، ولكن الأهلي ناوي أن يلعب على المرتد. وهذه واحدة كاد أن يسجل ويخطف الأهلي، ولكن الدفاعات الغراف تقدم مرة يرجع مرة، يلعب بالباور بلاي في الدقائق القادمة. حق مشروع، والباور بلاي يعتبر حارس هجوم. والطيري يا سلام هنا حلو محمد الطيري، حلو في اللعبة، كاد أن يسجل منها، ولكن التصدي من فيصل. وهذه واحدة يا سلام محمد الأمين. وهذه واحدة ممكن يا الله يا فيصل، يا سلامي يا فيصل. انت مبدع يا فيصل، انت مبدع رغم النتيجة، ولكن فيصل يتواجد في اللعبة الماضية. هنا ضربة ركنية. محمد عبد الكريم مع الكرة، تعود لمصلحة عمر سعود إلى الطيري. تعود الكرة لمصلحة فريق الغرافة، والذي يبحث عن هدف التعادل. لو سجل الأهلي ممكن نقول لك بأن هذه المباراة ممكن يسجل فيها. أتوقع بأن الغرافة طلب التايم اوت، وهذا حق مشروع. ليش؟ لأنها ضربة ركنية. الضربة الركنية هذه يجي فيها أهداف من تابع الغرافة في نهائي الكاس للصالات.
ترى طلب تايم اوت، وفي نفس التايم اوت سجل هدف التعادل أو هدف الأول هناك، لكن هنا سيريد بأن يسجل هدف التعادل. فهذه الدقيقة من حقك يا غرافة بأنك تزيد في الهجمة لكي تعود إلى مجريات هذا اللقاء. يعني من الصعب الغرافة يتوج، من الصعب بأن الغرافة يتقدم، من الصعب بأن الغرافة يسجل سكور. لعيبة قطر يتمنون يشجعون لاعبين الغراف، يقول لك يا غرافة احنا معاكم اليوم، يا غرافة احنا معاكم اليوم. هذا مدرب فريق نادي قطر الكابتن عطية، كابتن كبير كابتن عطية مدرب نادي قطر، والذي فاز في لقاء اليوم. لا انزلوا بالباور بلاي، هذا اللعبة اللي اقول لكم عنها بالباور بلاي. من الباور بلاي عندهم ماهر، يعني ماهر يلعب حارس هجوم، ولا بد بأنهم يعودون، يفكرون بالعودة، ولكن الباور بلاي ممكن يفيدك وممكن يضرك، ممكن يفيدك وممكن يضرك. كيف يفيدك تجيب التعادل، كيف يضرك يتسجل عليك، لأن ما في وهذه وحدة، ما في حارس في المرمى. هبا يا الله يا الله يا الله، يا سلام يا ماهر على مهارتك ويا تسديداتك يا عبد الكريم، يا محمد يا عبد الكريم. هذه التعتية، هذه الروحة وهذه التسديدة لو جاءت عند غدير، لو جاءت عند غدير ممكن يسجل منها هدف التعادل. الباور بلاي ممكن يعودون فيه الغرافة، وهذه النقاشات والكرت الأصفر هالمرة على الإداري، هذه المرة على الإداري الفريق أو مدير الفريق عبد العزيز فرج العبد الله، والذي ياخذ الكرت الأصفر. كان يطالب بشيء ما، اما ركلة الجزاء او فاول او مرتدة، ولكن شاف الحكم بانه يستحق. الله يا سلامي يا سلام يا سلامي يا فهود يا غرافة، ما هذا يا فهود؟ هل أنت هذا الغرافة؟ هل تعود وتقول أنا الفهود أعود من جديد؟ عاد الغرافة، ويا محلاها من رجعة، يا محلاها من رجعة. هذا حال لسان كل اللي يشجع الملك، هذا حال لسان القطراوي بأن هذه النتيجة صح احنا ما تخدمها، ولكن بين قوسين ممكن هدف الغرافة الجاي، ممكن هذا اللي ينتظر الصافرة أكثر واحد من اللاعبين. هذا مدرب نادي الريان، والذي يطالب، الذي يبحث، والذي يتمنى، والذي يقول بأني أريد هذا أن يسجل لويس مدرب نادي الريان، والذي شاف بأن الدقائق القادمة، نعم دقائق قادمة، ممكن تكون دقائق الغرافة. يا علي أمرك ماشي يا علي، أي فن عند علي. باور بلاي أما تسجل أو أسجل، أما تسجل ولا أسجل، من معاه ضغط وسكر ليتابع الدقائق، وخصوصا من يشجع قطر، خصوصا من يشجع الريان.
الغرافة ممكن يرجع الدوري من أم الأفاعي إلى هنا إلى الغرافة. فهل يعود الغرافة في الدقائق القادمة؟ يعود ويسجل الغرافة اللي عودنا بأنه يسجل آخر الدقائق. فهل يسجل آخر 4 دقائق؟ ويا لها من مباراة 5-5. يا سلامي على هذه المباراة، يا سلامي على هذه المباراة. نعم الكل على أعصابه والكل ماسك قلبه من لاعبين الريان ولاعبين قطر، لاعبين الريان ولاعبين قطر. بهذه النتيجة لا زال الريان في الصدارة والأندية بعده. ولكن لو سجل الغرافة، لو عاد الغرافة ممكن يعود الغراف إلى مجريات هذا اللقاء. ممكن يعود الغرافة لكي يسجل رقم هيزع عبد الله المري الذي ينزل في الباور بلاي. عبد الله المري، عبد الله بويضة، عبد الله محمد. يا سلامي على ال1-2 صاحب الرقم 14. لاعب جميل، لاعب ايضا جاء بالتعادل للغراف. جماعة هذه الدقائق ممكن دقائق الغرافة، ممكن مع غدير. يا سلامي يا علي ويا سلامي يا غدير. نزل ماهر إلى أرضية الملعب مرة أخرى. الباور بلاي لا زال شغال، الغرافة لا زال شغال. يريد الانتصار، يبحث عن الانتصار. وهذه واحدة ممكن للغرافة مع اللاعب إبراهيم الشيب الذي ينزل في الدقائق القادمة. وهذه ممكن للغرافة يبحث عنها عبد الكريم إلى مبارك إلى إبراهيم. إلى وين الغرافة يعودون بالنتيجة. الغرافة يعودون مع الشمري. غدير نعم يسجل. وأي عودة يا غرافة، عودة الغرافة بيصير فيها الصحافة شغالة الصحافة بعودة الغرافة. ليش؟ لأنهم ذهب الدوري إلى وين؟ إلى الدفنة. ممكن يعود، ممكن. يا الله، كان الدوري متوجها إلى أم الأفاعي ولكن الدوري توجه إلى الدفنة هناك للملك القطراوي. أي دقيقة، أي دقيقتين، أي ثلاثة. يا حالات المباراة هذه، يا جمال هذا اللقاء، يا روعة هذا اللقاء. يا الله، ممكن يا غدير ماذا اهدرت يا غدير. كرة صالات يا غدير، انتباه لأنهم ممكن يعودون، ممكن يعود العميد بضربة من حديد، ممكن يعود، ممكن هذه وحدة. الله 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 الله، عاد العميد، عاد العميد، وعاد من جديد، يا سلام يا سلام. الكابيتانو هذا زمانه، محمد علي عاد بالاهلي. قلت لك يا غدير، قلت لك يا غدير ممكن هذه يعود بها الاهلي. نعم عاد، ويعودا. لا، عاد الدوري يا جماعه، عطوا الدوري لقطر وعطوا الدوري للريان، عطوا هذا الدوري يستانس فيه
أسبوع والثاني عطه أسبوع، لأنهم يستحقون هذا الدوري. يا سلام يا سلام يا متعتي هذه اللقاء، يا جمالي هذا اللقاء، يا متعة العميد. وهذا ماهر، الله الله، يا ساتر يا ساتر يا ساتر، يا سلام يا عيني يا ماهر. ولكن فيصل هو حارسي الذي تصدى للكرة. أي دقيقة هذه وحدة ترجع لمبارك، لمهيزع ترجع لمبارك. هذه آخر دقيقة ونص، ولكن أقول دقيقة لأنها سريعة على الغرافة ولأنها بطيئة على الأهلي. وهذه وحدة خذ فوق تحت الدوري وراح لأم الأفاعي، خذ فوق تحت الدوري وراح لأم الأفاعي. نعم، يقول لك الرياني يا ليل طول ولا ترجع الليلة من الأول، خليها تنتهي، خليها تروح، خليها تنتهي. أنا بها. فهل يكون بطلا الريان؟ ممكن يكون بطل في الثواني والدقائق الأخيرة، ولكن الأهلي ممكن يهدي الريان الدوري، والغرافة ممكن يهدي قطر الدوري. يا محلاها من هدية، يا مجملها من هدية، يا مروحة من هدية. الغرافة يقول هذه لك، ولكن الأهلي يقول هذه لك. آخر 30 ثانية، فهل يأتي فيها شيء؟ وعادي في الغرافة وفي صالة الغرافة عادي يعودون إلى اللقاء، عادي يعودون إلى المباراة، عادي يعودون إلى مجريات هذا اللقاء. مبارك يبحث، ولكن الكرة لمصلحة الأهلي. الغرافة في آخر 4 ثواني على مجريات هذا اللقاء. كرة اللعب هنا صافر، الأوت صار لمصلحة الأهلي. مبروك لنادي الريان في هذه الثواني. نبارك لنادي الريان والذي أخذ الدوري. الريان بطلا لدوري 26. نعم، الفوز اللي فاز أعطاه الدوري. نعم، أي مباراة هذه، مباراة جميلة بين الأهلي وبين الغرافة. مبروك لفريق الريان الذي حقق الدوري. هارد لنادي قطر، أديت أداء جميل، أديت أداء رائع في هذا الموسم، ولكن لم يحالفك الحظ. أيضا الغرافة كان يبحث عن نتيجة، ولكن نتيجة كبيرة جدا، ولكن لم يحققها بسبب لاعيبة الأهلي، والذي حرمهم الأهلي السنة هذه عن الفوز ضدهم. الكلمة والصورة تذهب